السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا بكم في هذا المقطع فيديو. سنتناول إن شاء الله حول لكل قوم مهدي يناسبهم. فالشيعة لهم مهدي ولد من يعني الحسن العسكري، وقد دخل إلى سرداب سامراء وهو طفل صغير، ويعيش هذيك الآن إلى الآن لم يظهر وينتظرون. هذا يعني مهدي تاع الشيعة. كذلك اليهود المهدي بتاعهم هو المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي ينتظر، هو يعمل بآل داود ويرجع لهم العزة بتاعهم والملك ويكون ناصرهم. وابن عربي طائي له مهدي آخر، ليس المهدي اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مهدي من نوع آخر. أما أهل السنة والجماعة المهدي يعني الذي موعده إن شاء الله يظهر في وقت من أوقات أراده الله عز وجل، هو اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبيه النبي، أي اسمه محمد ابن عبد الله. وجاء من أوصافه أن له جلاء الجبهة، أجل الجبهة أقنى الأنف، أي جبهته واسعة عريضة، والجلاء يعني انحصار الشعر في الناصية الأمامية، وله فراغ في جوانبه قليل الشعر. وأقنى الأنف أي طويل نوعا ما، وفي انحدار في وسط القصبة، والنبض تكون دقيقة. فهذا هو المهدي، المهدي أهل السنة والجماعة. المهدي أهل السنة والجماعة لا يعرف أنه المهدي في أول أمره، حتى أنه يهديه رب سبحانه طريق الحق يكون مهدي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح، قال المهدي منا البيت يصلحه الله في ليلة. الإصلاح ليس الهداية، بل نوع آخر قد يصلح له من شأنه أي يتوب عليه، لأن الصغيرة مع صغيرة، صغيرة مع صغيرة تصبح كبيرة. ليس كبيرة بالمفهوم أن كبيرة الزنا، لا معاذ الله. يصلح ورب سبحانه باش يقوم بخلافه بالأمر اللي أراده الله. ونحن كيف نعرف نميز بين هذا جيش الخسف، آية كونية يظهر الله. هذا هو المهدي. هذه نبذة عن المهدي. اسمه محمد بن عبد الله، أجل الجبهة، واسع الجبهة، أي منحصر الشعر في الأمام، وعنده قليل الشعر مع فارغ من هنا. أنفه طويل نوعا ما، وفي في القصبة انحداب شوية كده، هو عنده الأرنوبة بتاعه مدقق. هذا هو المهدي. ولا يعرف قبل أن يظهر الله، حكمة أراد الله. ونحن لسنا أمة ننتظر المهدي، ولكننا أقول هذا لأن الناس الآن تتواكل. هؤلاء لو كان جاوا دارسين العقيدة والتوحيد راهو ما كانش مشغولين بالمهدي. أما أغلبية أصحاب القنوات يعني هكذا يعني يحكيوا عن المهدي، حتى يعني منه اللي يروج في قناته فكرة المهدي أنه صوفي المهدي ولا كذا. لا سيدي، المهدي السني ويعمل كتاب الله، حابين نكره. والناس سمعت يعني يقسم المال بالسوية فرح. فالشيطان ركز لهم حكاية المهدي وتركوا لي به الفائدة التوحيد والعقيدة. فأنصح نفسي وغيري منتم عليكم بالتوحيد وعليكم بالعقيدة، ودعك من المهدي. المهدي وقت اللي يجي الله أعلم. ما دام كنت تعبت في ربي بسلام ما تخافش. ربي قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي اللي يعبد ربي بالتوحيد بدون الشرك، وقد ما يبعد عن المعاصي، قد ما يكون يعني الأمن متاعه أقرب وأكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.